اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامجنا شو السيري. شو قصه المائده الرمضانيه اللي كل واحد سلفي والمائده خلفي؟ هالمره قررنا نقتحم وين؟ ذوق اخر. ليش؟ لانه في افطار جماعي، في حفله تخريج. شو السيري؟ شو في شو ما في؟ تعالوا نشوف الاجواء، تعالوا نشوف الناس واراء المعلمين والمعلمات بهمنا جدا، فنفهم شو السيري في ذوق اخر. الحقوني. وانا حفلة تخريج سوادس مدرسة جماهيرية عربة. حفلة قبل فطور، بعدها فطور جماعي ويكون اخر فطور هيك الهم. هاي صايرة بآخر فترة الموائد الرمضانية، كل واحد يخبط له سيلفي والمائدة خلفي ونزل على الفيسبوك. بطل الواحد يكون له هيك خصوصية وياكل لحاله مع عيلته او مع المدرسة مع الطاقم اللي معاه، فصاروا اكثر يحبوا انه بيظهروا اكثر على اساس الناس وعلى اساس الاعلام على اساس هذا شبع زائد، شبع زائد وكفر بالنسبة لي أنا، يعني لأنه في ناس اللي مش لاقي اللقمة، تروح أنت تصور وتشوف الصورة وتتباهى فيها وغيره مش عارف ياكل، فحرام بنظري حرام. الفيسبوك اليوم طلع هو بحالة واحدة، هو مليح ومش مليح. بحالة واحدة مليح بس كحالة اجتماعية كحالة شغل، وفي ناس بتستعمله لأكثر من حالة. بأيدش هذا الشيء لأنه في اليوم في أكثر من مجموعات من الناس، في أشياء اللي هي بتقدرش تنزلها لأجل هاي الناس اللي هي الحل المادية بتسمحش لهذا الشيء، فأنا ضد هذا الشيء. هاي الهدية مقدمة من عيادة الدكتور محمد رابح حثاملي في كفر قرع، عبارة عن تنظيف أسنان. تمام، وإن شاء الله بتصير أنت برضو تداوم عنده كل وقت. إن شاء الله حبيبي، تسلم وشكرا لك ورمضان كريم. مبروك نظارة شمسية من برنامج شو السيري، يمكن يستلم هدية من شبكة أوبتينايز فرع كفر قرع. ألف ألف مبروك وشكرا لمشاركتك، وإن شاء الله المرة الجاي أنا بس أعمل سيلفي والمائدة خلفي بديش أنزل على الفيسبوك. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك، الله يعافيك، مع السلامة. هذه مقدمة من مقهى ذوق آخر. هذه مقدمة من مقهى ذوق آخر. ألف مبروك وشكرا. شكرا لكم يا برنامج شو السيري، مشكورين كثير. تسلم، شكرا لكم، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. مشاهدينا، أنا كنت أدور قبل شوي على خروف كنت أدور عليه وين؟ في سوبر ماركت الرحمة. ليش؟ لأنه جلال فنادقة صاحب السوبر ماركت قرر يعمل سحب على خروف. شو السيري؟ بدكم تفهموا شو السيري؟ بدنا نشوف شو السيري وينتا في آخر شهر رمضان عشان نعرف مين راح ياخذ الخروف، فتابعونا. مشاهدينا، وإحنا في حارة النزلة من أقدم حواري كفر قرع، فتنا على دكانة شللم. وهون دكانة معروفة طبعا جدا، وشفنا البنت الأمورة كانت في الدكانة مع أمها وأبوها، وبدنا نسألها شو رأيها في رمضان. شو اسمك؟ حلوة. حلوة اسمك؟ أنت حلوة؟ طيب قولي لي، أنت بتصومي برمضان؟ جد ولا عم تمزحي؟ شو بتصومي قديش؟ كم ساعة؟ كتير. قديش يعني؟ قديش؟ ولا وخمس ساعات؟ 5 ساعات بتصوم كل يوم؟ ولا يوم يوم لا؟ يوم يوم ويوم لا؟ يوم بلا يوم. وين آخر مرة صمتي؟ يوم تلعي لما أجا. أنو أجا رمضان؟ مشاهدينا، موضوع الموائد الرمضانية الكل تقريبا عم بقول مش ظابطة انه تنحط على الفيسبوك، وفي ناس بتقول بس تعال نشوف في قرية برطعة شو رأيهم. لا، لازم برضه يفكروا بالناس اللي عايشين غير عن عيشتهم. يعني انت شخصيا نزلت مرة ولا مرة؟ لا، ولا مرة. ولا مرة؟ شو رأيك باللي بنزلوا؟ شو لازم تقول لهم يعني؟ يعني يحسوا بالناس الباكين ويحترموا الشعور الباكين برضه اللي ما عندهم مشاكل نفس الشيء. حد بينزلوا كاسة مي او شيء وبيحكي لك ميت من العطش، طبعا تشرح اشرب، ليه بتروح تنزلها على الفيسبوك مشان تفطر غيرك او
تخليه يحس بيفتح النفس. بيفتح النفس على الواحد، فهيك ما ينزلهاش من الاصل. طب شو بتقول لهم هذول الناس؟ بنزلوها بس طبعا على شغل عجيك وشغل فلسفي، كلهم انه يكبروا شوي ما يضلوش صغار. إيه لما بدك تصور مائدتك مثلا ما شاء الله مثلا كبيرة، طب ما هو في ناس فقيرة، في ناس بدك تراعي شعورها، في ناس بدك تطلع انه هذا الناس ما فيش عندها شيء تفطره، ليش انك تفرجيهم شيء يتحسروا عليه؟ هذا غلط يعني هذا الشيء. هذا في اخرى في ناس ما عندهم مش فيسبوك اصلا. في بالمرة فيش ناس فيش عندهم فيسبوك وفيش انه يشوفوا اصلا الفقير لما يطلع على الاكل بصير يتحسر، هذا شيء بوجع الفقير قبل الغني. الف مبروك، هديتك مقدمه من شبكه اوبتنايز فرع كفر قرع، تسلمها من هناك، عباره عن نظاره شمسيه. تابعونا على برنامج شو السيري على موقع البر. طيب احنا نشكرك على مشاركتك معنا، وبدنا نعطيك هديه من برنامجنا، اختار لك مغلف. ألف مبروك، هديتك مقدمة من صالون آدمز للرجال في قرية كفر قرع، وبنقول لك كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير ونعاد علينا وعليكم بالخير والبركة. تابعونا ببرنامج شو السيرة على موقع البر. احنا بدنا نشكرك طبعا، نشكر مشاركتك معنا، وراح نعطيك هدية مقدمة لك من صالون آدمز للرجال في قرية كفر قرع، وبنقول لك ألف مبروك. الله يبارك فيك، تحية لكم لبرنامجكم ومتشكرين على الموضوع. تابعونا على برنامج شو السيرة على موقع البر. شو رايك بالناس اللي بتصومش؟ أحبهاش. بتحبيهاش بالمرة؟ يعني مش أصحاب مع اللي بصوموش؟ لا. شو بدك تسوي لهم هذول بس تشوفيهم؟ ربنا بحطه بالنارتين أخليه يموت عشان. طيب اسمع، أنا بدي أعطيك هسه هدايا مقدمة لك من دكانة شيل الإمهون. بتعرف الدكانة؟ دائما تيجي عليها. شو رأيك في الدكانة؟ منيحة. تشتري منها؟ شو بتشتري منها؟ إيه شيبس. شيبس؟ تشتري منها شيبس؟ طب بدي أربحك شيء أحسن من شيبس. شايفة هاي علبة الشوكولاتة؟ شايفتيها؟ هاي إلك هدية. طيب وشو هذا؟ باراشوت. باراشوت. هذا المنطاد بالعربي باراشوت. هذا بدي أعطيك إياه هدية. ماله؟ بطير. إحنا نطيره بعدين بس. وهاي شايفتيها؟ هاي برضو مقدم. هذول 3 هدايا مقدمات من دكاني. شو بدك تقولي لهم عشان أعطوك الهدايا؟ شكرا. عفوا، وانت احلى حلوه، وبدنا نشوفك في برنامجنا. بتحضر البرنامج شو اسمه؟ برنامج عبيدة. والله يا اخوي كل واحد وعلى نيته، يعني في ناس اللي معها مقدر تحط حق الاكل، وفي ناس اللي مستحيل تبكى مستحيل تحط هذا الاكل. انا برايي انه لا ما يحطوش. في ناس بتتاثر. شو رايك يا مير؟ برضه ما يحطوش، احسن اريح. وبتربح معانا نظاره مقدمه لك من شبكه اوبتنايز، بتقدر تسلمها من فرع كفر قرع باداره بلال مصارو. بتعرفه؟ كل الناس خير وبركة، لا نتعرف عليه اليوم ان شاء الله. انت ربحت يا امير هديه من عياده الدكتور محمد رابح عثامني بجانب مسجد نداء الحق. عيادته عياده جديده، عباره هديه بقيمه 200 ل 300 شيكل، اللي هي بده يعمل لك فحص للاسنان ويعمل لك تنظيف ببلاش. مشاهدينا، خلصت حلقتنا وفهمنا انه تقريبا 99.9% من الناس بتأيدش انه نصور المائدة الرمضانية وننزلها على الفيسبوك. بعرفش شو السيرة، يعني هذا الاشي مهم لهالدرجة ولا مش مهم؟ اكيد يعني الاستطلاع اللي عملناه بيشملش كل الناس، في ناس بتأيد، كل لك هذا حرية شخصية، واحنا مش من حقنا نتدخل بالحرية الشخصية، بس نقدر ايضا نتضامن مع غيرنا. فعشان هيك عشان نفهم شو السيرة، تابعونا في الحلقة الجاي. مع السلامة.